السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى هذه الأخبار العاجلة لكأس إفريقيا، القارة السوداء أو القارة المتعجرفة وهي إفريقيا، حيث كشف الإعلامي الجزائري المخضرم حفيد دراجي مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال قبل تقديم الملفات وقبل عرضها ودراستها والتصويت عليها في 10 فبراير المقبل الجماعة، ويقصد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهذا الفساد الكبير من هذه الاتحاد، حيث قررت منح المغرب حق تنظيم كأس إفريقيا 2025 ومنح نيجيريا والبنين بطولة 2027 ثم الجزائر في سنة 2029. حفيد دراجي قال التصويت كان من المفروض أن يتم على هامش بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر، لكنه تأجل إلى 10 فبراير على هامش كأس العالم للأندية المقررة في المغرب. وهنا نفهم كثيرا الكواليس الإفريقية الغبية، والفاهم يفهم حسب حفيد دراجي كيف تدار الأمور، ويجب أن نفعل ما نفعله، خاصة وأن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة كما يعتقد الكثيرين حسب الإعلامي الجزائري المخضرم بقنوات بي إن سبورت. وهنا نكشف أن الاتحادية الجزائرية أنها فاشلة وفاشلة وفاشلة، ويجب أن تكون تغييرات كبيرة على هذه الاتحادية، والتغييرات تكون من شباب مخضرم ومثقف ويرى كواليس كرة القدم العالمية، وليس هذه الشيوخ الكبيرة التي تتربع على عرش الرياضة في الجزائر. الآن نشاهد شيوخ هرم يتحكمون في الرياضة الجزائرية وهم لا يفقهون أي شيء في الرياضة، يفقهون في بعض الأدوية التي يأكلونها فقط من مرضهم وتعبهم وتعاستهم. ويجب على الدولة الجزائرية أن تضع شبابا كفءا يديرون هذه الكرة الجزائرية. شكرا.